معاكي، والسكر تلاقيه بعد كده يعني حبب كده معاكي. كده انا هعرف هو استوى لحد ازاي. هجيب بولة فيها مية ساقعة، وهبتدي انزل كده بشوية من الخليط بتاعي. لو كورت معايا وبقت كرة لينة كده وفي نفس الوقت بتعرفي تشكليها كده هي استوت. وهخش على المرحلة اللي بعدها، هجيب معلقتين من طعام مليانين من عرق الحلاوة وهضيفه عليه. هتحسي بفوران كده، هتقلبي بمضرب كهربا او مضرب يدوي المتوفر عندك، بس لو يدوي يبقى بسرعة. وهتحطيه على نار متوسطة، بلاش عالية، او اللي هو اقرب للواطية شوية الهادي. وهنا كنت جبت حلة فيها حمام بخار مية، وهحط الطحينة عليها. دي نص كيلو طحينة، هقولك ليه معايا في الفيديو دلوقتي. هنا برجع اقلب، ولما اجي اختبر الخليط بتاعي بهدي النار خالص شمعة، اعرف ازاي ان هو استوى. بجيب مية ساقعة في بولة واحط فيها قطعة من الخليط، يعني شوية من الخليط اللي انا عملته. لما يتكسر معايا اعرف ان كده استوى، ما يمطش معاكي او يبقى عامل زي التوفي، لا انا عايزاه يتكسر معاكي. كده انا الخليط بتاعي كان جاهز. عايزه لو عندك ترمومتر يفضل. عايزه الخليط الابيض اللي احنا عملناه اللي هو يكون درجه حرارته 145 ل50، وهسيبه يهدى. على ما يهدى شويه بس كده، لما كده هيكون استوى. هسيبه يهدى شويه بس كده، وهنزل تكون الطحينه وصلت معايا درجه حرارتها 40. ما عندكيش ترمومتر لحد ما يبقى دافي معاكي. وهنزل بالخليط بعد كده على الطحينه لما يهدى بس شويه، زي 3 دقايق كده، وهقلب كويس. والخليط بيبقى سخن قوي قوي يعني. هقلب كويس وهروح بعد كده حطاه في القوالب بتاعتي. اي علبة عندك، انا عندي عمل علبتين. انا كل ما بيخلص بعمل غيره، كل ما يخلص اعمل غيره، خصوصا انا عاملاه في البيت من دون اي مواد حافظة. طبعا انا قلتلك ليه الطحينة بتسخن، عشان لما بتسخن ما يتكسرش. لو خليط نزل معاكي على حاجة ساقعة او حاجة مش دافية هيتكسر معاكي، عشان قلتلك ان هو هيبقى عامل شبه التوفي، اللي هو مش التوفي، معلش اسفة، اللي هو الكراميل اللي هو الناشف كده. بسيبه ما بدخلوش التلاجة خالص، بسيبه 4 ساعات بره وبعد كده بقدمه. بس انا كنت عاملاه بالليل عادي، سبته تاني يوم قطعته. الوصفة تستحق التجربة. ولو في اي حاجة اكتبولي في الكومنتات. ولو استفدت من الفيديو متنسيش في لايك واشتراك وكومنت جميل.